يا رب يا ساتر. مستر عامل ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. مذاكر كويس؟ مذاكر. ربنا حسيت ان النهارده نشوف كويس والله، عامل حسابي والله. بص، خد حته المغناطيس دي واطلب منك تجذب كل حاجه من الحاجات دي بالترتيب. تمام. ماشي يلا. تمام ماشي. تمام. ليه بقى المشكله دي حصلت؟ علشان المغناطيس بيقدر يشيل حاجات وفي حاجات مش بيقدر يشيلها. حلو، إجابة كويسة جدا، ودي مشكلة بتقابل فعلا المصانع الكبيرة اللي بتحتاج ترفع أوزان تقيلة. يعني مثلا لو أنا محتاج أرفع عربية، ساعتها محتاج يكون معايا مغناطيس عملاق، بس ده مش موجود في الطبيعة أو صعب جدا نلاقيه. بس بالكهرباء إحنا لقينا الحل، هو إن إحنا نعمل مغناطيس بالكهرباء. زي ما احنا عارفين ان الكهرباء ليها فوائد كتيره جدا، مثلا بتشغل اللمض او بتشغل الاجهزه الكهربائيه اللي بنستخدمها كل يوم في بيتنا. ولكن الكهرباء ليها فايده تانية مهمه جدا، وهي انها بتقدر تحول اي قطعه حديد لمغناطيس. وعلى فكره ساعات بتكون مغناطيس اقوى من المغناطيس الطبيعي. عايز تعرف ده بيتعمل ازاي؟ تخيل معايا. تخيل انه معانا مسمار كبير وشويه مسامير صغيرين. لو قربنا المسمار الكبير من المسامير الصغيرة مش هيحصل حاجة. طب لو أنا عايزه يجذب المسامير الصغيرة نعمل إيه؟ بالظبط، هنحوله لمغناطيس كهربائي. وعلشان ده يحصل هنبدأ نلف سلك على المسمار بالشكل ده. وبعد كده هنوصل الطرفين بتوع السلك للبطارية، وده أهم حاجة. ولو قربناه للمسامير الصغيرة هيبدأ يجذبها فعلا. وبكده نكون فعلا صنعنا مغناطيس كهربي. دلوقتي احنا خلصنا الحصة، ولكن جاء وقت سؤال آخر الحصة. تفتكر ايه اللي ممكن نعمله عشان نقوي المغناطيس ده ونخليه يجذب حاجات أكتر؟ لو انت عرفت الإجابة اكتب لنا في الكومنتس، ولو الحصة بالنسبة لك كانت مفيدة أو عجبتك شيرها مع أصحابك عشان هما كمان يستفيدوا، واستنونا الحصة الجاية.